السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعزائي المستمعين، أهلا بكم ومن داخل محافظة الدقهلية. وقفة احتجاجية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعمليات الوحشية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. يستنكرون جميعا ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة وإصابة المدنيين. ومعنا الآن النائب وحيد فودة من الدقهلية. هذه الوقفة الاحتجاجية، يعني أهم الرسائل التي ترسلها هذه الوقفة الاحتجاجية. الوقفة ديت بنقول للرئيس احنا في ظهرك، بنقول للرئيس عبد الفتاح السيسي اي قرارات تاخدها الشعب المصري كله موافق عليها، لان انت بتعمل يعني مش عارف اعبر. بقول لحضرتك احنا كلنا في ظهر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اي قرارات تاخدها كل الشعب المصري موافق عليها. احنا في ظهرك وفي سبيل تحقيق النصر للقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية ديت من 48 ومصر بتدافع عنها. احنا النهاردة في موقف صعب، لان امريكا والدول الغربية كلها بتساند اسرائيل. احنا بنقول لهم لا، احنا على حق وفلسطين على حق، وعاوزين نكمل المسيرة مع حضرتك انت يا ريس. احنا بنقول لحضرتك شعب المنصورة وشعب جمهورية مصر العربية كله في ظهرك، كله في ظهرك. احنا معاك في اي قرارات تاخدها، احنا مع حضرتك في اي قرارات تاخدها. واقول لحضرتك احنا شعب المنصورة فداك في اي حاجة، فداك في اي حاجة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر دائما وابدا. تحيا مصر. شكرا ليك النائب وحيد فودة على هذا اللقاء.